مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة المفصلة. نحييكم أينما كنتم ونتمنى لكم السلامة والعافية. نشرة اليوم تحمل بلاغا عاجلا وهاما يهم جميع المغاربة، لكن قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، خصوصا التنبيهات والنشرات الاستعجالية المتعلقة بالطقس والسلامة. بلاغ عاجل وهام للمغاربة الآن على إثر النشرة الإنذارية الحمراء الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع أمطارا رعدية قوية وتساقطات ثلجية كثيفة بعدد من أقاليم المملكة. دعت وزارة التجهيز والماء كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء السفر وخلال تنقلاتهم. وأفادت الوزارة في بلاغ رسمي أن عددا من المحاور الطرقية بالأقاليم المعنية قد تعرف اضطرابات في حركة السير، وذلك ابتداء من ليلة الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 4 فبراير بسبب سوء الأحوال الجوية. وأكدت الوزارة أنه حرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين، فإنها تهيب بجميع مستعملي الطريق إلى تجنب التنقل ليلا قدر الإمكان خلال هذه الفترة، الاستعداد القبلي للسفر عبر مراقبة الحالة الميكانيكية للعربة بما في ذلك ضغط العجلات، نظام الكوابح، الإضاءة، مساحات الزجاج ومياه الغسل، التزود بالوقود الكافي. كما شددت الوزارة على ضرورة توخي الحذر الشديد بالمحاور الطرقية التي يحتمل أن تتعرض للغمر، خاصة المنخفضات، نقط عبور الأودية، الشعاب والمقاطع القابلة للفيضانات. ودعت وزارة التجهيز والماء إلى عدم المغامرة مطلقا بعبور الطرق أو الأرصفة القابلة للغمر أثناء ارتفاع منسوب الأودية، لما يشكل ذلك من خطر حقيقي على الأرواح. كما أوصت بعدم الإفراط في السرعة، تجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، احترام مسافة الأمان بين المركبات. وأكدت الوزارة على ضرورة احترام علامات تشوير طرقي، الامتثال لتعليمات السلطات المحلية، التعاون مع فرق المديرية الترابية المتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية، وذلك لضمان انسيابية حركة السير وسلامة الجميع. رقم مهم للمواطنين. وللمزيد من المعلومات وفي حالة الضرورة وضعت وزارة التجهيز والماء رقم مركز الديبومة للمديرية العامة للطرق الراهنة إشارة المواطنين 0537 71 17 17. في الختام ندعوكم مشاهدينا الكرام إلى توخي الحذر وعدم الاستهانة بهذه التقلبات الجوية، فالسلام أولا وأخيرا. إذا أعجبكم هذا النوع من النشرات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ونلتقي بكم في نشرات قادمة. دمتم سالمين وإلى اللقاء.